ده بقى مشهور في أسبوع، وده اختفى في أسبوع. طب تيجي أوريك واحد قعد 50 سنة نجم، مش 5 دقايق. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لأيام زمان. نرجع لزمن النجومية فيه ما كانتش بتيجي إلا لما تدفع عمر كامل. ده فؤاد المهندس، مش مجرد ممثل. ده واحد اتربى في بيت كله لغة عربية. أبوه عالم كبير وكان بيكلمه بالفصحى، يعني حتى الهزار كان عنده باللغة العربية. دخل كلية التجارة، بس المسرح خطفه وخلى حياته كلها تتغير. بدأ من الإذاعة، برنامج ساعة لقلبك، وخلى الناس تحفظ صوته. وبعدين بقى واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر. عمل مسرحيات زي سك على بناتك، أنا وهو وهي، وسيدتي الجميلة. وأفلام بقى ما تعدش، من أرض النفاق لأخطر رجل في العالم لشنبه في المصيدة، وغيرهم أفلام كتير قوي. مرة يضحكك بشخصية عبقرية زي أخطر رجل في العالم، ومرة يبقى راجل بسيط في أرض النفاق، ومرة يبقى عمه فؤاد اللي صوته كان كفاية يخليك تبتسم. وبرنامج زي كلمتين وبس فضل يقدمه 30 سنة من عمره. يعني الراجل ده ما كانش شخصية واحدة، ده كان عالم كبير قوي. بس بص بقى الحركة التقيلة دي، فؤاد المهندس هو اللي اختار عادل إمام في بداية حياته. يعني من وسط عشرات اختار واحد، والواحد ده يبقى الزعيم، بلد بتاع شهادة صحيح. عشان يقول أشهر جملة اتقالت في بداية أي ممثل: بلد بتاعت شهادات صحيح. بلد بتاع شهادة صحيح. يعني لو ما كانش يختاره، تخيل السينما من غير عادل إمام. بس الحكاية مش ضحك بس. في آخر حياته حصل حريق في بيته، خسر فيه كل حاجة تقريبا، ذكرياته، شغله، وتاريخه. ومات بعدها بفترة قصيرة، ما بين حزنه واكتئابه على البيت اللي اتحرق، وبين فراقه لأقرب صديق ليه، الفنان العبقري عبد المنعم مدبولي. تخيل واحد عاش عمره كله بيبني تاريخ، وفي لحظة كل حاجة بتضيع إلا حاجة واحدة: تاريخ عمه فؤاد. ولسه بترن في ودنا كلمتين وبس. كلمتين وبس. دلوقتي ممكن تبقى ترند، بس بكرة محدش فاكرك. زمان كان في ناس تفضل عايشة في دماغك سنين. الفرق مش في الشهرة، بس الفرق في الرحلة. يمكن إحنا مش ناقصنا موهبة، يمكن إحنا مستعجلين على حاجة كانت زمان بتاخد عمر. مش كل نجاح سريع بيعيش. مش كده ولا ايه؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ادعمونا عشان نقدر نكمل، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن فيه حكايات تانية ممكن تكون شبهك أكتر.